هل انت دايما حاسس انك الضحية؟ انك دايما الناس اللي بتأذيك، الظروف ضدك، الحياة مش ماشية معاك؟ في ناس كتير وانت منهم ممكن تكون عايش كده، بس ده مش لانك ضعيف، لكن الفكرة كلها انك محبوس في عقلية اسمها عقلية الضحية. وانا ولا هقولك اللي انت بتدلع ولا هقولك اللي حصل لك قليل، لكن الفكرة كلها انك لو فضلت شايف نفسك الضحية هتفضل مكانك مهما حاولت. يعني ايه عقلية الضحية؟ عقلية الضحية بتساوي طريقة تفكير بتخليك تشوف نفسك دايما الشخص اللي بيتأذي مش اللي بيختار. لو حصل لك مشكلة بتقول انه مش بإيدك، لو فشلت دايما بتقول الظروف ضدي، لو الناس أذوك بتقول انا دايما اللي بتوجع. اكنك بتعيش دور الضحية حتى لما تبقى في موقف انت قوي فيه. بس السؤال هنا بقى، هل ده حقيقي ولا مجرد عدسة بتشوف بيها كل حاجة؟ وازاي كمان بيأثر على علاقاتك؟ دايما بتتوقع الأسوأ من كل الناس، بتبقى حساس جدا لأي نقد وأي كلمة، تبدأ تفسر كل تصرف انه ضدك حتى لو ما كانش مقصود. ازاي بقى بتتكون عقلية الضحية؟ اول حاجة، تربية مليانة لوم وخوف. اتربيت على انك دايما غلطان، او ان العالم مكان خطر وشرير، او ان رأيك ملوش اي لازمة. تجارب اذتك زي التحرش مثلا، خيانة، تنمر، اهمال، اي تجربة مؤذية بتخليك تحس انك ضعيف وهتفضل ضعيف. علاقة وحشة سامة كلها سم، لما تبقى وسط ناس كلهم بيقللوا منك تحس انك قليل فعلا. ادمان التعاطف، زي انك مثلا تعيش دور الضحية علشان تكسب تعاطف وحب واهتمام، ومع الوقت تلاقي نفسك مش عارف تعيش من غير الدراما دي. راحة مؤقتة، لما بتشوف نفسك الضحية بتبعد عنك المسؤولية، فبتبطل تحاول وتريح ضميرك بجملة أنا مش فاشل، أنا مجرد ضحية. وساعات المجتمع بيشجعك على ده، لما تتكلم عن وجعك تلاقي كل الناس بتسقف لك وتقولك ياه مسكين، بس محدش بيساعدك انك تقوم، كلهم بيخلوك تقع وتفضل جوه الحفرة دي. ليه بقى عقلية الضحية كارثة خطيرة؟ لانها دايما بتشل ارادتك. طول ما انت شايف نفسك مغلوب على امرك عمرك ما هتفكر انك تغير الواقع. بتجيب لك دايما العلاقات المؤذية، بتبقى دايما شايف نفسك الطرف اللي بيتحمل وبيسامح وبيتوجع، عشان ده اللي انت متعود عليه. وبتكرر نفس الدراما، كل موقف بتحلله من نفس الزاوية، انا اللي اتأذيت، وبتبني كل قراراتك على خوف مش وعي. بتخلي الناس تزهق منك، بعد فترة الناس بتبعد، مش لانها قاسية بس لانك ما بتتغيرش. الناس بتحب تساعد بس مش تحس انها دايما في سلسلة مقفولة. دايما بتخليك تعيش في الماضي، بتحس انك دايما محبوس في الذكريات اللي وجعتك ومش قادر تطلع منها. بتقتل ثقتك في نفسك، دايما بتقول لنفسك انا مش نافع في حاجة، وتشوف اي نجاح انه صدفة مش استحقاق. تعال بقى نفرق بين الحقيقة والعدسة. الحقيقة انك اتخنت مرة ودي تجربة مؤذية، بس ما تقولش لنفسك ان اللي حصل ده معناه انك مش محبوب. فشلت في شغل، دي أزمة مش معناها انك فاشل للأبد. اتخانقوا معاك مش معناها انك ما تستحقش الاحترام. العدسة بقى عقلية الضحية بتخلي اي تجربة بتساوي اثبات على انك مش كفاية. ازاي تطلع من عقلية الضحية؟ اول حاجة الاعتراف انك عندك عقلية الضحية، وده مش ضعف، ده قوة وصراحة مع نفسك عشان تبدأ تتغير. اكتب كل المواقف اللي انت حاسس فيهم انك شايف نفسك الضحية، من اول الناس لحد الظروف. اكتب كل اللي حصل بالتفصيل، وايه التفسير اللي حطيته لنفسك. اسأل نفسك هل التفسير ده حقيقي ولا مجرد عدسة؟ وراجع كل تجربة
كويس قوي، واسال حد قريب منك وبتثق في رايه، هل انا فعلا كنت ضحيه ولا انا بستعبط؟ ارجع لنفسك تاني واسالها ايه اللي كان بايدي وقتها، ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي، حتى لو حاجات صغيره، رد فعل، قرار، موقف مع الناس، على طول على طول على طول، عشان تبقى واعي لافكارك اليوميه. كل مره تقول لنفسك فيها انا دايما اللي بتاذي، تقول لنفسك انا عديت بتجربه، بس مش معناها ان التجربه دي هي حياتي كلها وحقيقه حياتي. اعمل لنفسك قرارات تثبت ليك انك انت مش الضحيه، واولهم انك تقول لا، تاخد قرار، تواجه حد، ابدأ حاجة جديدة بتحبها، بس ابدأها، خد قرار. اقعد بقى مع نفسك واسألها سؤال مهم، انا بستفاد ايه لما اعيش دور الضحية؟ احيانا بنعيش دور الضحية عشان نحمي نفسنا، لكن التمن بيكون اغلى بكتير من المكسب. اتعلم تقول انا اخترت، حتى لو اختيارك غلط. خليك انت الملك بتاع اختيارك، خلي عندك حرية من الاخر. فيا سيدي، الخروج من عقلية الضحية مش قرار لحظي، هو تدريب لكل يوم، لان كلنا بنعيش مآسي في حياتنا. بس الفكرة كلها المواجهة المستمرة لنفسك، ولازم تفهم ان مفيش حرية من غير مسؤولية. لما تمسك انت حياتك حتى لو تعبت هتحس انك عايش، لكن طول ما انت شايف نفسك الضحية هتعيش طول حياتك في دور مش بتاعك. فأتمنى بعد الكلام اللي سمعته النهاردة تبدأ تقول لنفسك انك مش ضحية، ان انت بطل حكايتك. هختصر لك كل حاجة في نقطة صغيرة. طول ما انت عايش دور الضحية هتفضل عايشه لحد ما حاجة من الاتنين تحصل، اما انت تلاحظ انك في مكانك وكل الناس عمالة تبعد عنك، يا هيجي حد ياخد باله من ده قوي ويستحمل ويفضل ويطلعك من اللي انت فيه وتبقى اقوى. بس اول حل اللي هيخليك تكمل اللي هو تطلع منه بنفسك، مش ان حد يطلعك منه، انك انت اللي تاخد بالك وتتصرف، علشان هتفضل متغير وفاهم طول حياتك وهتعرف تغير قرارات كتير في حياتك. لكن الحل التاني، الانسان ده لو بح مش هتعرف تتصرف وهترجع لكل حاجة من تاني. جينا عند نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. وان شاء الله لو انت في يوم حاسس انك انت او من الفيديو ده حسيت انك انت في حاجات كتير جدا عشت فيها كدور ضحيه ومحتاج تتغير، اتمنى اكون فدتك، اتمنى تكونوا بخير وبصحه وسلامه دايما، واتمنى تكونوا بتستفادوا من كل حاجه بقولها. وبس خدوا بالكم من نفسيكم، هو عشان خاطر يكون اتفرجت على الفيديو ده كنت بتعيش دور الضحيه او في حاجات كتير جدا كنت ممكن انك انت تحلها وتكمل. اتمنى بجد تكون استفدت، اتمنى بجد تكون بتتغير، واتمنى بجد تكون بخير، وانا تنساش انا بحبك. ما تبوظش بقى حبي اللي بيني وبينك. كفايه ادوار ضحيه وانا اولكم مش هعيش وحاضر. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. معاكم محمد صالح موكا، بيحاول ما يعيش دور الضحيه قبلك عشان هو بيحبك. ما تعيش دور الضحيه، ويلا بينا نعيش في حياه سويه. ماشي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.